البداية كانت يوم 16 مارس 2011. ابن القذافي اللي هو سيف الإسلام طلع في لقاء مع يورو نيوز، وده تحديدا أيام ما كان الناتو بيهدد ليبيا وفرنسا عايزة تتدخل. سيف وقتها قال كده بالنص: طب خلي ساركوزي يرجع لنا فلوسنا اللي مولنا بيها حملته الانتخابية، بعد إذنك رجع فلوسنا يا ساركوزي يا مهرج. أيوة يا فتحي، الفلوس دي كام يعني؟ 50 مليون يورو. المهم الموضوع انتهى والناتو اتدخل، بس كلمات سيف فضلت معلقة مع الرأي العام سواء في ليبيا أو في فرنسا. بس بعدها بكام شهر وتحديدا في أكتوبر عام 2011 كان في محاكمة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، واتقال في المحكمة إنه كان على علم بتحويل فلوس للسياسيين الأجانب، وإن هو اللي أشرف بنفسه على تمويل ساركوزي من طرابلس. وهنا بقى بدأت الأدلة تظهر ورا بعض، زي ان البغدادي المحمودي وصل لساركوزي ال50 مليون يورو، وده عن طريق وسيط اسمه زياد تقى الدين، وده لبناني فرنسي راح لليبيا اخد الفلوس واودعها في بنوك في سويسرا وشركات في بنما. وفي دليل تاني ظهر واكد القصه. الدليل ده كان من ملفات وزير الخارجيه الليبي موسى كوسا، كتب ان ليبيا هتفرج عن 50 مليون يورو بالتفويض مع بشير صلاح مدير مكتب القذافي، وايضا بالتفويض مع عبد الله السنوسي مدير المخابرات، وده مقابل تسهيلات أمنية وتسليحية لليبيا. الملفات دي جابت في رجلها وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، واللي بعد ما اتسربت المعلومات دي بيوم وجدوه مقتول ومرمي في نهر الدانوب في النمسا سنة 2011، وكان معاه دفتر مكتوب فيه بلاوي وفساد وغسيل أموال وليلة كبيرة سعادتك. وتمويل الانتخابات في فرنسا مش جريمة، لكن قانون التبرعات هناك بيسمح للشخص الواحد بالتبرع للحملة ب 7500 يورو كحد أقصى، وممنوع الأجانب يمولوا المرشحين. وعشان أفهمك أكتر، فالقصة كلها كانت لعبة أمريكية لتوريط القذافي في انفجار طائرة لوكاربي، وبعدها تسلم 2 ضباط ليبيين للمحاكمة برغم انهم مالهمش اي علاقة بالقصة خالص. واضطر القذافي يعمل صفقة تسوية تخوفا من العقوبات، والصفقة دي ان هو يشتري سلاح اوروبي وخاصة مقاتلات رافال. مش عايز اشغلكم بس الموضوع كبير ومعقد، وكان كله عبارة عن صراع خافي على تصنيع الجيل الأخير من الرافال، ولازم فرنسا الجميلة كانت تظهر إن هي بتسجن ساركوزي لعدم توريط الشخص الأساسي، واللي توريطه هيؤدي لفرض عقوبات على الشركة المصنعة لرافال.